السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ العيد على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض احلى وصفات العيد. هنعمل الممبار في 10 دقايق بس وبخلطة رهيبة جدا. يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تنسيش تفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار منا بكل جديد. معانا 3 بصلات كبار هنقطعهم قطع صغيرة. لو انت مش متوفر عندك الكبة ممكن تقطعيهم بالسكينة، مفيش مشكلة. بعد من كده عندنا حبة واحدة من الفلفل الرومي الأحمر، وقرن واحد أحمر حراق لو انت بتحبيه سبايسي. أما لو انت ما بتحبيش السبايسي ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص. بنفرم الفلفل إلى قطع صغيرة. أنا مش عاوزة الفلفل بتاعي يبقى معصور، لا أنا عايزاه متقطع إلى قطع صغيرة. بعد من كده عندنا الخضرة بتاعتنا عبارة عن شبت وكزبرة، مفيش بقدونس. ايوه مفيش بقدونس. كتري من الشبت والكزبرة ودوقي طعم الممبار وادعيلي. هنفرم الخضرة بتاعتنا كويس جدا من غير ما نعصرها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده عندنا كيلو من الممبار. اول حاجه بنجيب الممبار بتاعنا وننضفه كويس جدا من بره ومن جوه بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. حتى لو كنت جايباه نضيف من الجزار لازم برضو تعيدي عليه تنظيف كويس جدا، وتكحتيه كويس جدا جدا بالسكينه. سيبك انت من اللي بيحطوه في الخلاط واللي بيحطوه في الكبه، دي كلها افتكاسات. هاتي الممبار وكحتيه كويس جدا جدا بالسكينه. بعد من كده انقعيه بخل وملح وليمون، ودعكيه كويس جدا بايديكي واشطفيه مره واتنين لحد الممبار بتاعك ما يبقى قشطه بالشكل ده من بره ومن جوه. شايفين؟ في ناس بتحشي الممبار من بره علشان يكون الدهنه بتاعته تبقى جوه مع الرز، وده خطر جدا، اوعي تعملي كده. الممبار بتاعنا بنحشيه من جوه، تمام؟ الدهنه لبره علشان تسيح في الميه وما نستفيدش بيها خالص وما تأذناش. احنا عندنا كيلو من الممبار بياخد معانا كيلو من الرز المصري. هنجيب كيلو من الرز المصري ونغسله كويس جدا ونصفيه. بعد كده هنجيب البصل بتاعنا اللي كنا فرمينه في الكبة بتاعتنا ونوزعه على الرز بالشكل ده. بعد كده هنجيب الفلفل بتاعنا برضو، وهنجيب حبتين كبار من الطماطم وبنقطعهم مكعبات صغيرة بالشكل ده. بعد من كده هنجيب الخضرة بتاعتنا. شايفين الخضرة بتاعتنا مش معصورة ولا فيها مية، متقطعة لقطع صغيرة بس. انا عايزه الخضار بتاعي متقطع قطع صغيره، مش عايزاه معصور ولا عايزه فيه اي ميه اي سوائل. شايفين؟ انا هنا بوريكم ان الخضره بتاعتي متقطعه ومش معصوره. بعد كده عندي فصين كبار من الثوم ومعلقتين كبار من معجون الطماطم، ودي بتدي تيست عالي جدا للممبار بتاعنا. بعد كده عندنا معلقتين كبار او نص كوبايه من الصلصه. دي طماطم بجيبها وبسبكها وبعينها في الفريزر لما اجي اعمل اي محاشي بستعملها. بعد كده بنتبل الممبار بتاعنا، والممبار بتاعنا بياخد ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وبابريكا فقط لا غير. لو انت عايزاه سبايسي اكتر من كده ممكن تضيفي ربع معلقه من الشطه المطحونه. بعد كده عندنا نص كوبايه من الزيت. ببتدي ان انا اقلب الرز بتاعي كويس جدا بالخضار، وابتدي ان انا اشرب الرز بتاعي وادعكه كويس جدا بالخضار بتاعنا، وده بيعلي جدا تيست الرز بتاعنا او تيست الحشوه بتاعتنا. بعد كده بركن الحشوه بتاعتنا على جنب، وابتدي ان انا اجيب الممبار بتاعي واحشيه بالشكل ده. الممبار بتاعي انا بجيبه واقطعه بالسايز اللي انا عايزاه. في ناس بتحبه صغير جدا وفي ناس بتحبه كبير، دي حاجه ترجع لك انت واللي انت عايزاه براحتك خالص اعمليه. بعد من كده بجيب الممبار بتاعي وابتدي احشيه بالطريقه ديت. في ناس بتحشيه براس الازازه بتاعه الميه، وفي ناس بتحشيه بالقمع. المتوفر عندك والاسهل بالنسبه لك واللي متعوده عليه احشيه، بس انا الحقيقه متعوده على الطريقه دي وسريعه فيها جدا. ببتدي ان انا احشي الممبار بالطريقه اللي احنا شايفينها ديت، وابتدي ان انا اضغط عليه علشان ادي مساحه للرز ان هو يستوي بعد من كده من غير الممبار بتاعي ما يفرقع مني في الميه. شايفين الممبار بتاعي بالشكل ده؟ طيب هنحشي كمان مره. خلي بالكم انا بحشي الممبار من جوه، الدهنه لبره، دي حاجه مهمه جدا لازم انوه عنها لان الدهنه خطر جدا يا جماعه. ببتدي ان انا احشي الممبار بتاعي بالشكل دوت وابططه بايدي زي ما احنا شايفين. واوعي تملي الممبار زياده عن الحجم دوت علشان ما يفرقعش منك في الميه. بعد ما بتحشي الممبار تبتدي ان انت تبططيه زي ما انا بعمل كده بالظبط. شايفين؟ طيب بعد من كده هنعمل الممبار البوبس، وده بيتعمل ازاي؟
هنجيب قطعة من الممبار تكون طويلة شوية، وبعدين بنحشيها عادي جدا زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، بتكون طويلة بالشكل دوت. بعد ما بحشيها وابطط الرز جواها زي العادي جدا، او زي ما احنا متعودين ان احنا بنحشي الممبار. بعد من كده بجيب الخيط بتاعي وابتدي ان انا اقفل الفتحة بتاعة الممبار زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بجيب الخيط بتاعي وابتدي ان انا اقفل علشان الرز بتاعي ما يطلعش منها. بعد بقفلها كويس جدا بالخيط، بقص الخيط بتاعي وابتدي ان انا اعمل عقل في الممبار بتاعي بالشكل دوت، ما بين عقلة والتانية تقريبا 3 سنتي. بخيطها برضو، وبعد من كده قصدي بربطها، وبعد من كده بقوم قصاها بالمقص، وفي الاخر بيديني عبارة عن حبل وعبارة عن شوية عقل. ودي كمان مرة عشان الفكرة توضح. وده شكل الممبار بتاعي بعد ما حشيناه. ده الممبار البوبس، شايفين شكله هو ده بالظبط، وده الممبار العادي. بعد من كده عندنا حلة من النار فيها مية بتغلي. مجرد ما تغلي بنزل بالتوابل بتاعتي، عبارة عن ورق لورا وقرفة وحبهان وفلفل اسمر وبصلاية وجزراية ومعلقة كبيرة من الملح. ببتدي ان انا انزل بالممبار بتاعي. اول حاجة بنزل بالفتحتين الاول علشان خاطر يقفلوا معايا والرز بتاعي ما ينزلش، واراعي ان انا انزل بالممبار وهو مفرود علشان هياخد الشكل بعد السوا. بعد من كده ببتدي ان انا اقلب الممبار بتاعي من وقت للتاني علشان اضمن ان كل الممبار بتاعي قفل ومفيش رز هينزل في المية السليق بتاعتي. خطوة مهمة جدا، لازم اراعي ان كمية المية للممبار لازم تكون كافية علشان وقت السوا المية ما تقلش والممبار بتاعي يشيط من تحت. من وقت للتاني بديله تقليبة زي ما احنا شايفين علشان كله ياخد سوا واحد. انا هنا بوريكي ان المية بتاعتي نظيفة ومفيش رز وقع في الحلة. بعد من كده بغطي الحله بتاعتي واراعي ان الغطا بتاعي يكون موارب علشان ما يفرش مني وهو بيستوي. بعد نص ساعه ببتدي ان انا اختبر الممبار بتاعي. بطلع واحده من الممبار على طبق واجيب شوكه واضغط فيها بالشكل ده. بعد من كده بعملها بالشوكه بالشكل اللي احنا شايفينه. لو لقيتها اتقطعت معايا بالشكل ده معناه ان الممبار بتاعي خلاص استوى. وده شكل الممبار بتاعي بعد ما استوى تماما. خطوة مهمة، محمرش الممبار بتاعي غير بعد ما يبرد تماما. الخطوة دي مهمة جدا علشان ما يفرقعش معاكي اثناء التحمير. بعد من كده بحمر الممبار بتاعي واراعي ان انا اطلع الممبار بتاعي لونه فاتح شوية لان لونه بيغمق بعد من كده. بعد من كده بحمر الممبار بتاعي واطلعه بعد ما يوصل للدرجة دي من التحمير. حابة تزودي عن كده براحتك، حابة تقللي برضو براحتك، مفيش مشكلة خالص. انا عن نفسي بحبه بالدرجة دي. بحمر الممبار بتاعي كله بالشكل دوت لحد ما اخلص كل كمية الممبار اللي عندي. وادي شكل الممبار بتاعي بعد ما حمرته. طيب نفتح كده الممبار من جوه ونشوفه شكله ايه. شايفين السوا، شايفين شكل الرز من جوه. طب ناخد واحدة كده من الممبار البوبس، شايفين كأنك بتاكلي بونبوني. اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله ينال رضاكم وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين في رعاية الله. سلام عليكم، باي باي.